فار او دوت ايه، مش عارفة، طيور كلت الخس. مش عارفة بقى بصراحة هو ده ايه. بسم الله ما شاء الله. خضرة جميلة والله، شكلها جميل. الخس يا جماعة وزرع التمرتين جنب بعضهم كده، والباقي كله خس. كنت لقيت شتلات خس كده في السوق، فنور بيحب الزراعة، فانا جبت له ايه، شتلة خس واحدة بس، وهو ايه قاعد بقى يزرعها هنا كده. وانا طبعا ساعدته. وده فلفل الصغير قوي اللي في وسطه ده، فلفل بس برضو يعني في حاجة بتاكله كده، مش عارفة هي ايه. مش عارفة بصراحة هي ايه. ما شاء الله الخضرة بتبقى شكلها جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد من عند طيورنا، فيديو جديد من عند الفراخ البيضاء ان شاء الله. طبعا يا جماعه بصوا الدنيا، انا هروح لبعيد كده، بس الدنيا عايزه اقول لكم يعني متبهوقه وباظت واتدمرت. عشان انا الحمد لله بدأنا نبيع ونطلع من الفراخ البيضاء دي. فايه يعني مش فاضيه بصراحه ان انا اعمل حاجه حواليهم بصراحه، غير ان انا يعني ايه اشيل مثلا السبله اللي في دراج السبله وخلاص على كده. لكن لا ولا كنست ولا عملت اي حاجه من ساعه ما بدات ان انا ابيع فيه. انا طبعا كنت المفروض ان انا اصور معاكم اول ما هاجي ابيع، بس والله العظيم انا يعني الحمد لله اتفاجئت ان هم جايبين موازين 2 كيلو فيهم 30 و31. والناس بدات تطلب مني لان انا كنت معرفاهم برضو ان انا هطلع فراخ بيضه وكده. فبدات ان انا اطلع منهم يوم 31 ويوم 32. النهارده اليوم ال 33 يوم لهم، وانا الحمد لله بدات اطلع من يومين فاتوا. بعتي على كام يا ام مريم؟ بعت الفراخ على 69. طبعا الفراخ البيضة دلوقتي يا جماعة في المحلات ب70، وفي محلات تانية بأكتر من كده، فوق ال70 كمان. بس أنا طبعا بنزل جنيه. اما اجي اطلع كده انزل جنيه 2 جنيه على حسب السعر وعلى حسب الدنيا ماشية معايا فيهم قد ايه. وربنا يكرمنا جميعا يا رب ويرزقنا رزق حلال طيب احنا وأمة محمد بإذن الله. الفراخ دلوقتي طلعتها على 69 جنيه. تمام. الفراخ من دلوقتي متوسط الوزن 2 كيلو، 2 كيلو 100، 2 كيلو 200. تمام. انا بعت 2 كيلو. انا بعت 2 كيلو. طبعا احنا لسه الصبح بقى والسقايات فاضيه والعلافات برضو فاضيه. طبعا عايزين علف وكده. هبدا احط لهم العلف. تمام. واظبط برضو الموازين، اشوف الموازين اللي عندي قد ايه. طبعا في ناس يا جماعه بتطلب 2 كيلو، كتير كده كتير جدا بيطلبوا 2 كيلو. تبقى في المعقولة، تمنها في المعقول وكده. في ناس بتحب فراخ تبقى تكون كبيرة 2 كيلو ونص وكده. برضو كل واحد على يعني زي ما هو عايز. طبعا اللي هم عايزين 2 كيلو ونص و2 كيلو وربع دولت، انا قلت لهم استنوا شوية على ما الفراخ تتقل شوية، وابدأ برضو ان انا اطلع الفراخ. كل ما هتزيد معاكي وزنها كل ما هتديكي في الفترة دي، وفي الفترة دي موازينها بتعلى بسرعة جدا. ساعة ما بيعدوا الشهر تبدأ الفراخ ترمي معاكي بقى ايه، لحم. يعني ما تستعجليش وتبيعي. لو مطلوب منك موازين كبيره 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص، في ناس بتطلب 3 كمان. تمام. انت ما توصليش لل3 قوي، يعني ما تجازفيش. انت متوسط الوزن حلو كده، لان 2 كيلو عايزه تطلعي على كده ماشي. انما ما تبيعيش اقل من كده، هتخسر معاكي. تمام. اللهم صل على النبي. الفرخه بعد ال30 يوم تبدأ تحول معاكي تحويل أسرع جدا. يعني ممكن تحول معاكي من 100 جرام ل 150 جرام. اللهم صل على النبي. انا معلمه فرخه هنا، وكل يوم بوزنها واشوفها زادت قد ايه. انا عايزه اقول لكم ان من قبل ال30 يوم بتزيد حوالي 120 جرام. 120 جرام. تمام. بس الاكيد والمعروف اكتر انها بعد الشهر تبدا تزيد معاكي مش اقل من 100 جرام. 100 جرام في الفراخ. الفراخ طالما ماشيه معاكي كويسه، ما عندهاش اسهالات، ما عندهاش نزله برد، بتزيد معاكي وتحويلها بيبقى 100% يا جماعه، مش اقل من 100 جرام. طالما ما فيش اي تعب عند الفراخ بتاعتك هتزيد، وما تقلقيش من كده. تمام. انا طبعا هخلي الفراخ عندي تزيد للناس اللي يعني اشوف مطلوب مني فراخ كبيره قد ايه، وهسيب العدد اللي مطلوب مني ان هو يبقى الميزان اللي مطلوب مني، اللي هو 2 وربع و2 ونص والموازين دي. ان شاء الله باذن الله. برضو انا معاكم اهوت اول باول، وهنشوف كمان لما الفراخ تبقى 2 ونص هقول لكم بقيت 2 ونص على كام يوم. تمام. لكن النهارده ان شاء الله اليوم ال33 يوم للفراخ البيضه بتاعتنا دي.
هنشغل الميزان ونشوف كده ميزانها قد ايه، وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا كده يا جماعه، انا جبت 5 فرخات اهمت. هنوزن كل فرخه، انا مش منقيه حاجه يا جماعه، انا خدت كده وخلاص، وجبت ديوك وجبت برابر. تمام. هنشوف دلوقتي كل الاوزان اللي موجوده عندي على سن ال 33، لسه يعني النهارده لسه بادئ اليوم ال 33 يوم دي. هنشوف كده وزن كل الفراخ اللي عندي. الفراخ اهي، الميزان اهيت كيلو، هي مش مكمله ال 2 كيلو. ثواني بس، ثواني، اقفي اقفي اهوت. الميزان كيلو 940. تمام. تعالي انت كده نجيب واحده تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت، دي برضو بربره فرخه يعني، اللهم صل على النبي. ديت 2 كيلو وربع اهو، 2 كيلو وربع. تمام. ال 250 دي يعني ربع. تمام يا جماعه، يبقى دي 2 كيلو وربع. تعالي، ده ديك بقى، ده ديك. الميزان معايا 2 كيلو 300. تمام. نجيب كمان واحده. تعالي، بسم الله. اقفي اقفي بس كده، اقفي. ديت 2 كيلو و130 جرام. تمام. دي واحده، ثواني اجيبها عشان بعده. ده ديك 2 كيلو و100. تمام. خلاص يا جماعه، يبقى احنا عندنا متوسط الوزن نقول ان هو 2 كيلو و100 دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده للفراخ كلها يعني. بس في اوزان 2 كيلو و100، 2 كيلو وربع، 2 كيلو و300. وكمان برضو لو دورت في وسط الفراخ هلاقي اكبر من كده كمان، وهلاقي اقل من كده كمان. عايزاكم ما تنسونيش يا جماعه بقى في اللايك، واللي لسه بيتفرج على قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وتنزلوا تكتبوا لي تعليقات تحت الفيديو. ما تنسونيش بخلص الدعاء يا جماعه. طبعا موازين الفراخ يا جماعه، كل ما تديكي ميزان كل ده بالاهتمام بيها، بالخلطات اللي بنحطها على العلف والميه. اهتم بالفراخ اللي عندك يا جماعه، تديكي موازين حلوه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرم امه محمد باذن الله، ويرزقنا رزق حلال طيب منها على قد تعبنا ومجهودنا. ربنا هيديك على قد تعبك ومجهودك، ومش هيضيع مجهودك وتعبك ابدا. الحمد لله احنا شهر كامل، شهر كامل. شهر ايه؟ لا احنا النهارده 33 يوم، يبقى 33 يوم، 33 يوم تعب ومجهود ونشوف الحراره، ونطلع للفراخ بالليل، ونطلع الفجر الصبح، الفجر نبص عليهم ونحط ميه ونحط اكل ونطمن عليهم ونعمل خلطات كل ده تعب حوالينها، ونشيل في سبله. ما الحاجه مش بالسهل يا جماعه، بس على قد تعبك ومجهودك ربنا بيديكي وبيرضيكي. طبعا كل مجتهد ليه نصيب في الدنيا ديت يا جماعه ان شاء الله باذن الله. ده مشروع حلو يا جماعه قوي، حلو قوي والله بجد. حتى لو رزقه دلوقتي مش كبير زي زمان، بس الحمد لله. اما يطلع لك في 70 فرخه 2000 جنيه، 2000 جنيه مش وحشين يا جماعه، والله والله ما وحشين. يعني كل شهر لما يطلع لك 2000 جنيه في فراخ انت ربيتيها، انت كده كده بتجيبي لنفسك، ما هتجيبي بزياده 10 20 30 فرخه وتربيهم بزياده، وربنا يرزقك منهم رزق حلال. انت وانت قاعده مش هيجيلك 2000 جنيه، مش هيجيلك 1000 جنيه، مش هيجيلك 500 جنيه. انما حاجه انت تعبتي فيها مسافه شهر، ربنا هيكرمك منها. ربنا يكرمنا ويكرم أمة محمد يا رب. ما تنسونيش باللايك وبالدعاء والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.